الحمد لله الذي أقل نعمه يستغرق أكثر الشكر، حمدا لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاؤه لا تجازى ولا توازى ولا تجارى ولا تبارى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار المقتعد ذروة الكمال والفخار، المنتسب لأطيب عرق وأكرم نجار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، ومن اقتفى أثرهم بإحسان وفضل وبر وصلة إلى تلكم الدار. وبعد، معاشر الرواد الأخيار لهذا المسجد المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونفعنا وإياكم بنفحات رمضان، نفحات صيامه ونفحات قيامه. وقد أخرج الإمام الطبراني في المعجم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وفي رواية: فإن لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وهذا الحديث قد تكلم العلماء على معانيه وبينوها، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا في العام كله مواسم للخير يصيب فيها المرء نفحات من الخير. هذه الأيام التي نحن فيها هي العشر الآخرة والعشر الأواخر من شهر الله رمضان، هذا الشهر الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور، فضله عليهم بنزول كلامه فيه. وكلكم تعلمون وليس أحد منكم يجهل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والإجماع منعقد على أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان، فالله تعالى أنزل هذا القرآن في رمضان، بل قال الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صريحا من غير تلميح، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن الآن في أفضل أيام رمضان وأفضل ليالي رمضان، وهي هذه العشر الآخرة. هذه العشر الآخرة إذا زدناها على عشر ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة، وعلى العشر الأولى من شهر الله المحرم، وكلها ثبت في السنة الصحيحة فضلها وقدرها عند الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ما فيها من الأجور وما فيها من الخيرات وما فيها من النفحات والبركات. لذلك المغاربة يسمون هذه الثلاث يسمونها العواشر: عشر ذي الحجة، وعشر محرم، وعشر أيامنا هذه العشر من رمضان. هذه العشر عشر مباركة فيها ليلة القدر. ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في القرآن كلاما يفهم منه أن لا أحد يدري ويدرك ويعرف حقيقة فضل هذه الليلة، وهي ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يمر للكلام عليها حتى أوقفنا وقال لنا: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الأسلوب في العربية، ما أدراك، يعني أنت لا تدري، لا تعرف قدرها، لا يمكنك أن تحيط بما فيها من الخير والبركة، لا يمكن إلا أن تعلمه من طريق الوحي قرآنا أو سنة. إما أن تعلم هذا من الوحي، وإما لا مخبر لك بهذا القدر وبهذا الشأن. ولأن الله تعالى
أنعم علينا بأن أطال أعمارنا إلى أن أدركنا هذه العشر. لزم كل واحد منا أن يفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. ماذا كان يفعل نبينا في هذه العشر؟ أنا لا أطيل عليكم. ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قيام الليل حتى مات، كي رمضان، كي شعبان، كي شوال، كي ذي القعدة، كي ذي الحجة، كي محرم، كي صفر، كي ربيع، قاع الأشهر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام عن 11 ركعة، لا ينام عنها، لا بد النبي يصلي 11 ركعة وما زاد عليها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاة الليل فيما رواه البخاري في صحيحه بركعتين طويلتين. هذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس هو يصيب ذنبا. فين هو الذنب؟ بما أذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعينه صلى الله عليه وسلم، أذنب بلسانه صلى الله عليه وسلم، أذنب بأذنه صلى الله عليه وسلم، أذنب بيده صلى الله عليه وسلم، أذنب برجله، أذنب في حق والديه، أذنب في حق أولاده، أذنب في حق زوجاته، أذنب في حق المؤمنين، أذنب في حق خدمه، أذنب في ماذا؟ والله النبي أذنب في تقصير، قصر النبي في الصلاة، يعني فرط فيها، حاشا، فرط في صيامه، فرط في زكاته، في ماله، ماشي بحالنا احنا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يكون في قدميه ورم تتورم ليه رجليه، ثم يقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الشيء كان كيديروا النبي في رمضان؟ لا، كان كيديروا النبي على مدار العام، ولكن العام كله شكل ورمضان شكل آخر. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، في رواية عن ابن عباس كان أجود الناس، يأتيه جبريل فيعارضه القرآن في كل ليلة. تخيلوا أنتم في رمضان جبريل ينزل عند النبي كل ليلة يعارضه القرآن، كل ليلة من ليالي رمضان. ونزل في العام الآخر فعارضه القرآن مرتين، يعني جوج سلكات على القرآن. ثم انتبهوا إلى ما قاله ابن عباس، قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بالخير، الخير ديالاش؟ الخير ديال الصلاة، الخير في الصيام، الخير في الكلام، الخير في الإطعام. لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير مناش؟ من الريح المرسلة، لا تسبقه الريح في الخير. الريح، واش كاين شي واحد تعرف سرعة الريح؟ سرعة الريح كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منها وأسرع منها. فاش؟ في الخيرات. خير مع نفسك، وخير مع أمك، وخير مع أبيك، وخير مع أولادك، وخير مع زوجتك، وخير مع جيرانك، وخير مع رواد المسجد، الخير. هذا النبي كانت إذا دخلت هذه العشر، روت أم المؤمنين عائشة وهي زوجه رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان إذا دخل العشر شد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئزره. ياك العيالة حلال بالليل، حرام غير بنهار. الراجل في رمضان حرام عليه يقيس مراته بنهار، المرأة حرام تقرب لراجلها بنهار. من الليل أجاب الليل الهضرة، حتى الليل في العشر الأواخر كان النبي يشد مئزره. علاش؟ لا ينشغل بملذة من ملذات الدنيا، بلذة من لذات الدنيا، لا ينشغل. شي حاجة اللي غتشوش عليه غير شوية، ماشي فيلم، ماشي مسلسل، ماشي سلسلة، ماشي البيع والشراء. ياك البيع والشراء
حلال، ماشي كسوة الدراري، ماشي الأسواق، ماشي القهوة. بالله عليكم نصلي العشاء في 4 الركعات في 4 ديال الدقائق، ثم نصلي التراويح فيها 8 الركعات ولا 10 الركعات، ما ورد في السنة. أيوة، في نصف ساعة، ثم نخرج، ثم نجلس إما في بيوتنا مع أهلينا وذوينا، وإما في المقاهي، وإما في الأسواق، الساعات الطويلة، وقلبنا ما فيه حتى شي مشكل. زعما راه حنا من داك الربيع صلينا مع الإمام تسالينا. وتجد الإنسان قد يقول كلاما يقول لك راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى انصرف كتب له قيام ليلة. إيه، هذا كرم الله، كتب لك قيام ليلة، هذا الكرم ديال مولانا. ولكن أين أنت؟ أين أنا؟ فين حنا من قيام رسول الله؟ كلنا كنقولوا نحب النبي ونريد الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكون فينا انصرف من بيته فقام بركعتين طويلتين طويلتين في بيته؟ نقولوا الناس اللي كبار وشيبانيين الله يحسن في عوانهم، الله يكون لهم في العون. ولكن حنا شباب، أصحاب 20 وأصحاب 30 وأصحاب 40 وحتى أصحاب 50. على النبي ما كانش كيقوم هو بنو 50، وحتى مول 60 اللي ما مريضش وما عيانش. وحتى إلا كان عيان علاش ما يقومش ركعتين جالسا؟ وقد كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عيش مع القرآن. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا؟ ألم يقل ربنا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه؟ وذره النبي شد مئزره واش دار؟ وأحيا ليله. ياك ما كيسحب لينا حنا النبي ملي كنسمعوا أحيا ليله راه صلى الصبح ونعس حتى ل4 د العشيه صافي، حيت أحيا ليله. وراه النبي محالش خدام، النبي راه ما عندوش المحال، النبي راه ما عندوش الوظيفه، النبي راه ما عندوش، حاشا 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 وكلا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نواما، بل كان قواما يحيي ليله، يشد مئزره ويحيي ليله، ونزيد الثالثه ويوقظ اهله. شكون هما اهله؟ مراته ووليداته. مراتك ووليداتك بالتي هي احسن، بالكلمه الطيبه، بالكلمه ديال الخير، بالعوين. نوض مولات الدار، نوض الوليدات. ماشي راه قاري مع 8، اش عنده مع 8؟ عنده الفرض ديال المدرسه ما يضيعش، الفرض ديال ربي الصبح يضيع ماشي مشكل، الفرض المدرسه ما خصوش يجي فيه نقطه طايحه، وفرض الصبح وفرض الظهر وفرض العصر وفرض المغرب وفرض العشاء. وهدي النبي وسنة النبي ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تدعونا جميعا، احنا كاملين، ينبغي أن تحملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير الذي أراده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نقول لكم واحد الكلمة: مولانا بغى منا نصليو ونصوموا ونقوموا ونجتهدوا، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث أيضا في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. علاش بغى لنا مولانا النوضو؟ لينا ولا ليه؟ لينا حنا، أنا وياك اللي رابحين، حنا اللي رابحين. إذا قام العبد هو اللي رابح، وإذا قرأ القرآن هو اللي رابح. كنت في مسجد من مساجد المنطقة وقلت لهم، ضربت لهم مثالا سهل به غنختم. هذا القرآن اللي كيتقرأ والذي نزل في رمضان أليس هو رسالة من الله إلينا جميعا؟ واش ماشي رسالة من الله لنا؟ رسالة ولا ماشي رسالة؟ رسالة. ياك النبي شنو سميتو؟ الرسول. الرسول يأتي بماذا؟ بالرسالة. بالله عليكم، بالله عليكم،
بكري قبل ما يكون لا تليفون لا واتساب لا حتى شي حاجه، كانت الا جات له الدار شي رساله ياك وما عرفوش موالين الدار يقراوها تيديوها لهذاك اللي غيعرف يقراها، وملي كيقراها تتلقاهم جالسين وكيتصنتوا اشنو بغى يقول لهم فيها، الا غا سلم عليك ولا سلم عليا ولا لا وسلموا على خالتي فاطمه ولا با الحاج ولا تيقول لهم ذكرني فيها وراه بغى الله يرضي عليه الله يفعل ليه الله يترك ليه، وتفرحوا لانك ذكرت في تلك الرساله. عرفتوا هذه الرساله شحال حنا مذكورين فيها؟ يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا، شحال من كلام موجه لينا حنا. هذا الزمان ديالنا سهل شي الرسائل، تجيئك رسالة إلى هاتفك، رسالة كتوصلك في الواتساب مثلا مثال إلا طلعت شرطة وحدة كتقول راه باقي هذاك الإنسان في شي بلاصة ما واصلوش ما عندوش الريزو ولا تليفونه طافي ولا ما واصلاش، ولا طلعت ليه جوج شرطات وصلاته باقي ما قراهاش، ولا طلعت ليه زرقاء وصلاته وقراها. وحنا في الجامع كاين فينا اللي من نهار تزاد ليومنا هذا كيتعامل مع القرآن على أن الرسالة باقا ما وصلاتوش، باقا طالع عليه شرطة واحدة، وكاين فينا اللي طالعين ليه جوج شرطات ولاني باقي ما مساليش هو يقرأ القرآن ولا يعرف القرآن ولا يتصنت الأحكام القرآن ولا يتعلم القرآن ولا كيعرف فرائض الوضوء ولا سنن الوضوء ولا فضائل الوضوء ولا بغى يتعلم أحكام الصلاة ولا أحكام الصيام ولا أحكام الزكاة ولا أحكام الحج، كيصلي غير كيف ما جاه، كيصوم غير كيف ما جاه، ولا كيعرف أحكام البيع ولا أحكام الشراء ولا أحكام النكاح ولا أحكام الطلاق ولا عقائد ولا معاملات ولا يعرف شيئا في هذه الرسالة ما قراهاش هو. وكاين فينا اللي قراها طلعت زرقاء قراها وما بغاش يدير بها. بيني وبينك ملي كترسل شي واحد رساله وطلع زرقاء وما يجاوبكش المره الاولى وتقول واقيلا بغى يجاوبني وما لقاش الوقت وتعاود تصيفط لي واحده اخرى ويقراها زرقاء وما يجاوبكش المره الثالثه ويقراها زرقاء وما يجاوبكش، اش دير لي؟ اش دير لي؟ تبلوكي. عندك شي نهار شي واحد فينا يجي شي بلوك من عند مولانا طبع الله على قلوبهم، يقول لك مولانا انت يا ما جاوك الرسائل ديالي وما انتبهتيش لها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. معناه أننا نحن كاملين بلا القرآن أموات غير أحياء، بالقرآن وبرسالة القرآن وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنكون أحياء ويكون أبناؤنا أحياء وزوجاتنا أحياء، وإلا فنحن الموات. ونسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن ويغفر لنا في هذه الليلة وفيما بقي من ليالي رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العطرة. آمين والحمد لله رب العالمين.